هما البيت مين؟ ده بيتي غصب عنك، وانا اتكلم زي ما انا عاوزة، فاهمة؟ لا يا حبيبتي، ده مش بيتك، ده كان هيبقى بيتي، وانتي خربتيلي حياتي وسرقتيه مني. بس دلوقتي بقى جه الوقت اللي ارد فيه حقي منك، وانا بقى مش هسكت غير لما هارون يسيبك ويتجوزني انا، وانتي تترمي في الشارع. حسناء اشتبكت معاها بالايد، وهارون قال بغضب: ايه اللي بيحصل هنا؟ فاكرين نفسكم في الشارع؟ الاتنين بعدوا عن بعض بسرعة، وحسناء قالت: هناء كانت متفقة مع عادل عليا، اخرجي من هنا، انا مش عاوزة اشوف وشك هنا تاني، فاهمة؟ خليها تمشي من هنا، انا مش طايقاها. وحضرتك بقى اللي بتكرري ده منك لنفسك؟ حسناء بصيت له بعدم فهم وقالت: تقصد ايه؟ مش فاهمة. هقصد ان ده بيتي، انا اللي اقرر مين يقعد ومين يمشي، رايك انتي ملهوش اي اهمية، يا ريت تحتفظي بيه لنفسك. بص لهناء وقال: هناء، البيت بيتك، تقدري تيجي في اي وقت. هناء بخبث وهي بتبص لحسناء: متشكرة قوي يا هارون بيه. هارون بابتسامة: هارون بس، زي ما كنتي بتقوليلي. هناء ضحكت وهارون ابتسم: تعالى أوصلك في طريقي. هناء قالت بمكر وهي بتبص لحسناء اللي كانت بتبص لهم بجنون: ويا ريت كمان تيجي تتغدى معايا أنا وبابا النهاردة، أنا طبخة كل الأكلات اللي أنت بتحبها. يا سلام، طبعا موافق، يلا بينا. الاتنين خرجوا وحسناء دخلت في نوبة بكاء شديدة. هناء وهارون ابتدوا يقربوا من بعض، وهارون اتجاهل حسناء تماما وما بقاش يتكلم معاها زي الأول، حتى لو حاولت تستفزه عشان يكلمها مش بيرد عليها. وفي يوم حسناء خرجت من أوضتها وقالت: عاوزة أتكلم معاك. أنا مش فاضي، عندي شغل. اشمعنى هناء بتكون فاضلها طول الوقت، وأنا كل ما أكلمك تقولي مش فاضي؟ بالمناسبة، هناء اعملي حسابك إنها هتيجي تتعشى معانا النهاردة، هي وعم خليل. حسناء قالت بصوت عالي: وده من امتى ان شاء الله؟ انا مش طابخه حاجه، ولو جت هنا هطردها. ما تطبخيش، هطلب اكل جاهز. هناء مش هتدخل هنا تاني. الساعه 9 العشاء يكون جاهز، فاهمه؟ ولو عايزه تجهزيه وتطلعي انت تنامي عادي، مفيش مشكله، النوم الخفيف حلو برضه. خلص كلامه ومشي من غير ما يدي لكلامها اي اهميه. وفي المساء هارون قلب ابتسامه وعينه على هناء اللي كانت بتبصله بنظرات خبيثة وناعمة: منور يا عم خليل. ده نورك يا هارون بيه، والله حضرتك ما تعرف أنا بحبك قد إيه، خصوصا إني شايف السعادة على وش بنتي. هارون بص لحسناء وقال: فعلا دي هتموت من كتر السعادة. حسناء قالت بغضب وهي بتبص لهناء: الأكل بارد يا هناء، كلي. هناء بصت لها بمكر وفضلت تبص لهارون وهي بتاكل. وبعد الانتهاء من العشاء هارون قال: بعد إذنكم ثواني، هجيب حاجة من أوضتي وراجع. هارون طلع وهناء فضلت تبص حواليها، وبعدها قالت بمكر وهي بتبص لحسناء وخليل اللي مندمجين مع بعض في الكلام: دي فرصتي وجت لحد عندي. هناء طلعت بعد هارون من غير ما حد يحس بيها. هارون قال: هناء، انت بتعملي ايه هنا؟ هناء قربت منه وقالت: قال يعني مش عارفة أنا جاية ليه، على فكرة أنا زعلانة منك أوي. زعلانة ليه؟ علشان طول الليل بكلمك وببعتلك في رسايل ومش بترد عليا. معلش، أصلي ببقى مشغول. المهم، هتطلق حسناء امتى عشان نتجوز؟ هناء، انت بتعملي ايه هنا؟ هناء اتخضت أول ما شافت باباها وقالت بتوتر: ما فيش يا بابا، ده أنا كنت بقول لهارون بيه إننا هنمشي. وإيه الكلام اللي أنا سمعته ده؟ عاوزاه يطلق أختك عشان تتجوزيه انتي؟ هناء كانت هتتكلم بس هارون سبقها وقال: أنا مرضتش أعمل شوشرة يا عم خليل، بس بنتك مش عاوزة تسيبني في حالي. بص شوف، كل يوم بترن عليا وتبعتلي رسايل وأنا مش برد عليها. خليل شاف المكالمات والرسايل واتجنن: يا بابا ما تصدقهوش، ده بيكذب، ده هو اللي بيحاول يقرب لي. حسناء جت وسمعت الكلام وقالت: دي كدابة يا بابا، انت ما تعرفش هي عملت معايا ايه، دي كانت. هارون قطعها وهو بيمسك ايدها وبيبص لها بتحذير: كانت بتتخانق معاها كتير، وهناء كانت بتقول انها بتكرهها. خليل ضرب هناء بالقلم وقال بغضب شديد وهو بيضربها وبيسحبها على بره بقوة: بقى هي دي اخرتها؟ هي دي تربيتي ليكي؟ عاوزة تخربي بيت اختك وتاخدي منها جوزها؟
ماشي يا هناء، أنا هربيكي من أول وجديد ومش هخليكي تشوفي الشارع تاني. حسناء قالت لهارون: ليه ما خلتنيش أكمل وأحكي لبابا كل حاجة؟ أبوكي لو عرف كل حاجة كان هيموت فيها، وبعدين اللي حصل ده ما كانش ذنب هناء، كان ذنبك. انت السبب مش هي. انت السبب عشان قفلت ودنك وما سمعتنيش. بس خلاص، الموضوع انتهى، وانت كده عرفتي نوايا اللي حواليكي. اسمعي بقى، احنا لازم نتطلق، ما بقاش ينفع نعيش مع بعض تاني. حسناء بكت بقوة شديدة، وهارون حس إن قلبه بيتألم لما شاف دموعها. قرب منها وبحركة عفوية رفع النقاب عشان يمسح دموعها. هارون انصدم وتهز كيانه لما شاف أسطورة الجمال اللي قدامه. قال وهو مش مستوعب: انتي انتي مين؟ ايه ده؟ أنا حسناء. ازاي؟ لا انتي مش حسناء. امال مين اللي؟ دي كانت واحدة صاحبتي اسمها سلمى، صوتها زي صوتي. أنا يومها. هارون قطعها وقال بصوت مبحوح وهو بيحاول يبعد عنها وعن جمالها الرهيب عشان ما يتأثرش بيها. خلاص، خلاص فهمت. بكرة جهازي عشان هنتطلق، ولا أقولك كمان يومين 3. يو، لما أفضى بقى هبقى أطلقك. خلص كلامه وجري من قدامها بسرعة، وقلبه كان بيدق بسرعة. حسناء دخلت أوضتها وفضلت تبكي كتير قوي، وبعدها اتصلت على صاحبتها سلمى وحكت لها كل حاجة. طب قوليلي الأول، هو أنتي بتحبيه؟ أنا عمري ما حبيت حد غيره. طب عارفة، والله العظيم عمري ما حسيت بالأمان مع حد غير معاه هو، حتى وقت ما اتجوزني غصب عني. طب خلاص، يبقى اوعي تتطلقي منه، ده جوزك وانتي ملكيش حد غيره. طب وهعمل ايه؟ هو عاوز يطلقني. هو بعد ما شاف جمالك مستحيل يسيبك، وزمانه هيتجنن دلوقتي، وانا متأكدة ان هو هيجي يخبط عليكي دلوقتي. يا نهار ابيض، ده فعلا في حد بيخبط. اوعي تفتحيله، قوليله عاوزة انام. انا عاوزة انام. أنا أنا كنت عاوزة أقولك حاجة. حاجة ايه دي؟ هارون سكت شوية وقال ولا حاجة، تصبحي على خير. ماشي. مش قلتلك؟ بكرة بقى اوعي تخرجي من اوضتك، اتحججي بأي حجة، ولو لقيتيه كل شوية بيتصل ومش قادر على بعدك، نفذي باقي الخطة. ولو لقيتي عكس كده ولسه مصمم على الطلاق، أنا بحبه وما أقدرش أبعد عنه، يبقى ننفذ باقي الخطة. وفي اليوم التاني حسناء ما خرجتش خالص من أوضتها، وهارون كان هيتجنن عشان يشوفها، وفضل يتصل بيها كتير قوي، بس هي ما ردتش عليه. وفي الليل هارون رجع وهو ملهوف ومشتاق لحبيبته، وفجأة قلبه وقف من كتر الدق لما شافها بتقرب منه، وكانت لابسة فستان جميل وشعرها نازل على ظهرها، وكانت أسطورة جمال متحركة. قربت منه وقالت بابتسامة جميلة: ما جبتش المأذون ليه؟ مش هنتطلق؟ هارون مسك خصرها بقوة وقال بعشق وجنون: لا طبعا، مش هنتطلق. أنا مستحيل أسيبك، انتي ملك لوحدي، مش ملك حد غيري. حاول يقربها منه بس هي بعدت وقالت بدموع: ده كله يعني عشان طلع شكلي حلو؟ مسح دموعها وقال: أنا عشقت روحك مش شكلك بس، منكرش جمالك جنني وطير النوم من عيني، بس أنا قبل ما أشوفك قلبي عشقك وروحي اتعلقت بروحك. حسناء حاولت تبعد عنه بس هو قربها منه وقال: ممكن أعرف بتعيطي ليه دلوقتي؟ وليه بتحاولي تبعدي عني؟ انت عاوز تطلقني ومفكر اني خنتك؟ أنا لو عندي شك 1% إنك خنتيني ما كانش زمانك عايشة لحد دلوقتي. اللي وجع قلبي وقتها صوتك وانتي بتقولي إنك بتكرهيني، وكمان خرجتي معاه برضاكي. هو اللي ضحك عليا والله، انا ما كنتش عاوز امشي معاه. ضمها لصدره وقال: عارف، أنا عارف، بس صعب أشوفك معاه وأعديها. أنا راجل وبيعشقك وبغير عليكي حتى من نفسي. تفتكري بقى يبقى إيه شعوري لما أشوفك مع حد غيري؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن ما تبعدش عني؟ انا ماليش اهل، انت كل اهل. هارون بصلها وهو مش فاهم حاجة. حسناء كملت بانهيار: بابا خليل ده مش بابا، انا طفلة يتيمة من الملجأ. إيه؟ معقولة؟ بابا خليل شافني لما كان بيشتغل حارس في الملجأ، كنت جميلة قوي والكل كان بيحب يلعب معايا. وقتها هو فرح بشكلي، أخدني وكتبني باسمي، كان بيعاملني كويس، بس ساعات كان بيضربني وبيقسى عليا. هارون حضنها بقوة وقال بابتسامة: أنا مبسوط بالكلام ده. عارفة ليه؟
عشان مش عاوز يكون ليكي حد غيري، عاوز يبقى أنا بس اللي أبوكي وأخوكي وحبيبك ودنيتك كلها. أنا بعشقك يا هارون. هارون وهو بيقربها منه أكتر وأكتر، وأنا بعشقك يا قلب هارون. ولحد هنا خلصت حكايتهم معانا. أشوفكم على خير إن شاء الله يا حلوين في حكاية غيرهم. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تحطوا لايك، وكمان تقولوا لنا رأيكم فيها. كانت معاكم لوكا، سلام.